البنت دي بتجري على الولد ده وبتحط التليفون تحت الكرسي اللي قاعد عليه، وبيجي واحد وبيقول انت فاكره هتعرفي تهربي مني، وبياخدها بيدخل على الاوضه اللي قدامه، واول ما بيبص على التليفون اللي سابته بتكون كاتبه له انقذني، وبيعرف انها في خطر فبيجري على الاوضه عشان ينقذها. بس اول ما بيدخل وبيقول له وقعت في الفخ، وبيقول للبنت اللي ضحكت عليه خدي منه الفلوس اللي معاه، بس بيظهر انها مش راضيه على اللي هو بيعمله، وهي بتفتشه وبتقول انا اسفه وما بتلاقيش معاه حاجه، فبقول لها فتشيه تاني، ولما بتفتشه تاني بتطلع منه مسدس بس بترفعه على الحرامي اللي معاها، وبتقول له لو ما سبتنيش في حالي هموتك، وبقول لها لا انت جبانه وما تقدريش تعملي كده، فالولد بيمسك المسدس وبيقول له بس انا اقدر اعمل كده، وبعد ما بيضرب عليه وبيضربه في وشه وبيطلعوا يجروا، بس بيكون معاه جهاز تتبعه وبيقدر يعرف مكان البنت فين، وبياخدها على محله اللي في المول وبيخبيها، وبعد شويه بيجي وبيقول له انت وديتها فين، فبيجيب له البوليس وبيقول له انه حاول يعتدي عليا، بس والبوليس واخده بيشوف البنت مستخبيه وبيعرف انها معاه، وبعد شويه بتفضل تعيط وبتفاجئه وبتقول له ان ده ابويا، وبيتفاجئ جدا اول ما بيعرف عشان ما فيش اب يعمل كده، وبتقول له انه بيجبرها تسرق غصب عنها وانا مش عايزه تحبس، وبيقول لها ما تقلقيش انا هنقذك، وبعد شويه بيحتفلوا بقى بنهايه السنه، وبعد ما بيناموا بيدخل ابوها المحل من غير ما يحسوا وبيصيح البنت وبيقول لها لو عملت صوت هموتك دلوقتي، وبيقول لها ان دي اخر عمليه نعملها، وبيقول لها يلا سرق كل الفلوس اللي في المحل، وبتعمل نفسها راح تسرق الفلوس بس بتدوس على جهاز الانذار وبيفضل يصفر، وابوها بيخاف وبيطلع يجري قبل ما الامن يجي، والولد بيصحى وبيدخل البوليس وبيقول في ايه، والبنت بتقول له اقبض عليا عشان انا حراميه، وفعلا البوليس كان رايح يقبض عليها بس بيوقفه وبيقول له لا هي بتخرب بالكلام، وبيخليه يمشي، وبيقول لها طالما انت معايا ما حدش يقدر يقرب منك تاني، وكمان بيحبها وبيعرض عليها الجواز.